مبروك يا عبد الرحمن. يعني بص، احنا بيتهيألي المفروض دي اخر حاجه يا جماعه كده، عايز اقول لكم الزميل احمد عويس بعت لي بس عبد الرحمن ممكن نكلم شيكابالا؟ كابتن بس محاك لو على الهوا يعني ربع ساعه كمان، لو على الهوا ربع ساعه كمان اخليه يكلمه، عشان رئيس النادي دلوقتي يعني مدي تعليمات ان احنا ما نتكلمش. انا كسرت التعليمات بس خلاص. طيب. لا يبقى خلاص احنا مش محتاجين. لا محتاجينه ربع ساعه يعني بس انت بتطمنا ان الموضوع انتهى وشيكابالا وقع والبطاقه اتبعتت؟ لا شيكابالا وقع والبطاقه جت. وعايز اقول لك يا كابتن والله العظيم يعني مش عايز اقول من النهارده من غير الاعلام ومن غير حضرتك ومن غير يعني الناس اللي ساعدتنا، اقسم بالله ما كانش عندنا اي فرصه. يعني بجد انا بشكر حضرتك مره واثنين وثلاثه، وشيكابالا نفسه بيشكرك وهيشكرك بنفسه طبعا، لان دي اقل حاجه والله. انت بتدي درس يا كابتن والله في الاعلام والله. ربنا يخليك يا عبد الرحمن. شكرا يا حبيبي. مبروك ونرجع ربع ساعه. بوجه الشكر ايوه لاستاذ احمد او اخويا الصغير احمد مرتضى منصور وكل اللي تفاعلوا في الساعتين اللي فاتوا دول، واكيد عمرو الجنايني طبعا. وميرسي قوي يا كابتن شوبير ان انت هتعشي كل الناس الموجوده دي، لان كلهم قالوا لك عشا يا كابتن. موافق. وانا سعيد ان انا كسبت الرهان، لان ده سعيد ان انا خسرت الرهان. طبعا ده رهان. ده رهان في ايه بقى يا كابتن؟ رهان في اللي جاي هتبقى كل الانديه تبتدي تغير فكرها. انا اعتقد ان مكالمه شيكابالا خلت معظم الناس تتفاعل، حتى اللي كان واخد موقف ضد شيكابالا، مجرد ان سمعوه بيتكلم وان هو بيفقد الامل. اعتقد ده موقف ايجابي من مجلس اداره نادي الزمالك، وبنشكر الكابتن طاهر ابو زيد طبعا على تدخله وانه حل المشكله. انا بقى فعلا اشكر احمد مرتضى منصور. انا احمد مرتضى طبعا ويا ريت يجيبوا لنا مداخله لانه يستحق، وانا بحب الناس اللي تتحمل المسؤوليه. وطالما هو تحمل المسؤوليه يبقى اشكره. اي حد لو في حد في المجلس تاني اشتغل، بس اللي انا عرفته لانه كمان شيكابالا قال لي بالتليفون، قال انا بكلم احمد، ده اللي قدامي وده اللي بيرد عليا. وانا من الناس كده، انا طبيعتي كده يا دكتور، انا ما عنديش خلافات مع حد. بس عايز اقول لك يا دكتور عمرو ان احنا بقى اسمح لي ان ادخل نفسي معاك يعني بقناتك وبرنامجك واللي انا شريك فيه بعتبره برنامج انا كمان بجد والله. عمل النهارده حاجه محترمه في الاعلام، ده اعلام ايجابي، لانه دائما وابدا يا دكتور انا بشكر زميلي احمد عويس لانه باعت لي، يا ريت الاخوه يجوا ياخدوها من عندي دي. جايب لي باعت لي على الواتساب الترانسفير بتاع شيكابالا، وقال لك ده اخر لاعب. اخر لاعب يعني حاجه محترمه الحقيقه، انه ده دور اعلام يا دكتور عمرو. الناس مش قادره تفهم انه يعني ايه اعلام، واحنا دايما بنتقطع وبنتهري من الناس ما بيبقاش عارف ليه. فاللي اتعمل من فضل الله عز وجل النهارده ده شيء محترم، وده شيء نموذج للاعلام. واتصور انه احنا شدينا مصر كلها في احنا بالظبط. القصه وصلت معانا يعني لمنتهى السسبنس زي ما بيقولوا. يعني زميلنا العزيز شريف عبد القادر باعت هو بيقول مبروك للبرنامج. وعلى فكره الحاجات دي بتسعدني والله العظيم يا دكتور. يعني ده يا كابتن هو اسمح لي بس ان انا محمد جاد الحق زميلنا في التايكوندو بيقول مبروك وشكرا لحضرتك كابتن. انا متاسف ان انا بشغل بس الناس، بس دي حاجات مهمه. زميلنا العزيز شريف عبد القادر هقرا بس رسالته، بيقول الف مبروك وربنا يعينك، ممكن اشهد على العشاء. يعني عارف ايه، عارف ماشي يا شريف، انا فكرت الراجل يعني انت عارف كوهين ينعي ولده ويصلح ساعات، فماشي. بس هل ممكن يعني اطلق عليه اهو الف مبروك ربنا يعينك، ممكن اشهد على العشاء؟ ماشي يا عم شريف، هتشهد على العشاء. هو كوهين ينعي ولده ويصلح ساعات، فنسميه شريف كوهين يعني. هتمشي. انا سعيد جدا ان انا كابتن، والله كتير جدا رسائل والله العظيم 3 من ناس انا ما اعرفهاش سعيده جدا باللي حصل. وعايز اقول للناس ده الاعلام يعني. بجد بشكرك وبشكر البرنامج ونفسي كمان. انا عن نفسي راضي عن نفسي. لا والناس يا كابتن ومره ثانيه بعتذر عن الانفعال في البدايه. طبعا الناس اللي دخلت كلها، حتى بقول لحضرتك حتى اللي واخد موقف من شيكابالا او حتى اللي كان زعلان من شيكابالا، حتى جمهور نادي الزمالك كانوا زعلانين منه.
ويمكن في واحد من المشجعين قال احنا كنا حتى لو كان نزل التمرين اللي فات احنا كنا مش هنحييه واخدين منه موقف. تفاعلوا لما ده زملكاوي متطرف. تفاعلوا واحنا بنقول هي دي بدايه جميله، تبتدي بقى الانديه تطلع الولاد بره. دي فرصه كويسه يا كابتن ان احنا نبتدي نغير، لان انا لسه بقول لحضرتك دي طموحاتنا في الفتره اللي جايه. انا مش بهرج وانا بقول لك دعم الصادرات. انت لما بتطلع لعيب بره ده انت بتصدر منتج. البرازيل بقى تاني دخل بعد البن. طب ممكن بقى اكلمك جد؟ انا اعصابي ارتاحت. خلاص ارتحت دلوقتي؟ هترد عليا بقى في السؤالين اللي انا كنت متوتر جدا. انا حاسس ان انا نيمتك كابتن. لا والله لا انا كنت بنيمك انا كنت متوتر. انا كنت متوتر جدا لانه انا عايز اقول لك التليفون والله يا دكتور مراضي يبطل يعني ده وده. ناس كتيره جدا يعني ناس كتيره انا حتى مش عارف مين الاسماء، لكن ناس كتيره. ايوه اخر لاعب في العالم اتسجل شيكابالا، محمود عبد الرازق الشهير بشيكابالا، اخر لاعب في العالم. المفروض شيكابالا يدينا حق العشاء. هو لا مديون يا كابتن. والله المفروض شيكابالا ده هو بيدفع بس. انا والله يعني ما بقتش عارف. زميل احمد عويس بعتها لي على فكره. انا ما بقتش عارف يا دكتور عبد الرحمن بيضحك ولا بيعيط. انا مش بهزر. ما انا مش عارف انا كمان. انا هو كان لانه قال ايه لسه ان شاء الله 10 دقايق وبعد كده ربع وبعد كده لا خلاص لبس. معانا منك انا المكالمه دي. اتفضل. انا عايز احييه واشكره واقول له انه راجل قد المسؤوليه، واللي عمله ده يستحق عليه التحيه التقدير. معايا احمد مرتضى منصور. مساء الخير يا ابو حميد، وبشكرك وسعيد جدا بيك وموقفك اللي انت عملته، انك تحملت المسؤوليه. وشيكابالا هو اللي قال من بره ان اللي بيرد عليا بيكلمني احمد مرتضى منصور. انا اللي هقول لك ان انا بشكرك وبحييك، وانا بحب الناس اللي بتتحمل المسؤوليه. شكرا يا ابو حميد. ربنا يخلي حضرتك. دكتور عمرو يكلمك بقى. احمد انا عايز اعرف ايه لعبك الدنيا كده وقبل انتهاء الوقت المحدد بساعتين حصلت الفركشه دي، وازاي انت قدرت تحل الموضوع ده من غير طبعا التفاصيل اللي مش عايز تقولها حرصا يعني على اذا كان في معلومات مش عايز تقولها، بس نفهم الناس ايه اللي حصل وايه اللي انت عملته او ايه اللي عمله مجلس اداره نادي الزمالك وحل الدنيا في اخر 7 ثواني. بص حضرتك، هو عشان حضرتك تبقى الصوره واضحه، لا انا اقول التفاصيل ان اللاعب المفترض ان هو بياخد فلوس من نادي الزمالك. تمام. احنا فوجئنا ان ده لعيب الوحيد اللي عليه فلوس لنادي الزمالك مش المفروض ياخد. لقينا عليه مديونيه موجوده من مجالس سابقه 5 مليون و200. المديونيه دي عباره عن يعني مثلا عن غرامه بوك كلها غرامه بوك، وجزء من مديونيه برضو غرامه اللي هي وقعه بتاعت كابتن حسن شحاته. اوكي. هي 25% من عقده. احنا ما بنتحملش الغرامه بوك او غرامه كابتن حسن شحاته، دي موجوده من مجالس سابقه. فكان قدامنا الالتزام اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نصفر شيكابالا مقابل ان هو يدفع المديونيه اللي عليه. تمام. خلاص يعني احنا ما كناش عايزين نكسب في شيكابالا، احنا عايزين بس نرجع الفلوس اللي الجهاز المركزي للمحاسبات طلعها مخالفه. تمام. وهي دي كانت العقبه. تمام. امبارح العقد اللي اتعمل كان فيه ان النادي البرتغالي بيضمن حق النادي. وحطينا التفاصيل الماديه دي. اللي انا عرفته النهارده ان النادي البرتغالي رفض ان هو يحط المبالغ دي في العقد. تمام. لانها بيقول ازيد من قيمه عقد اللاعب. انت كنت حاططها كجارانتي كضمان ان شيكابالا يبقى ملتزم بده. لان دي فلوس دوله، يعني فلوس نادي، ما يعني مش فلوسي انا الشخصيه. هو القصه ان استاذ ممدوح كان دفعهم من جيبه وبعدين رجع قال لا انا عايزهم وكتب بيهم شيكات لنفسه، فبقت مديونيه على النادي. صحيح الجهاز المركزي طلع ان هي يتحملها استاذ ممدوح ويتحملها اللاعب، لكن انا كمجلس اداره معين انا جاي اقعد 3 اشهر ولا شهرين مش عايز اتحبس. تمام. وخصوصا انت بقى كمحامي انت فاهم الاجراءات دي كلها. بالظبط. فكان دلوقتي الصراع ان انا عايز مصلحه اللاعب واصفره، وفي نفس الوقت مش عايز اي ضرر المادي. تمام. فعملنا عقد بالشكل ده، والعقد ده اتبعت البرتغال، هو ما رضيوش يمضوه في البرتغال. تمام. بس حصلت بقى ان اللي هم حصل تفاوض تقريبا مع دكتور كمال او مع محامي بتاع النادي نصر عزام. انا كل اللي عملته ان انا يعني كنت مخلي نصر عزام ده ودكتور كمال يفضلوا صحيين مع شيكابالا، ما عملش اكتر من كده. لكن مجلس الاداره بالكامل اعتقد هو اللي خد القرار يعني.
طيب خير خير، المهم ان الموضوع خلص وحفظت حقوق نادي الزمالك، وشيكابالا خلاص دلوقتي نفسيا ان شاء الله عليه العبء الاكتر بعد كده انه يثبت نفسه ويبقى فرصه. وانا عايز اقول لك حاجه يا احمد، ودي طموحاتنا بالذات نادي الزمالك، اي حد يجيله عرض في نادي كويس نعمل زي ما المقاولين بيعمل كده، ويبقى هو دي الطفره اللي جايه ان شاء الله. ربنا يوفقه بقى ويركز ان شاء الله، هيركز ان شاء الله. عموما احنا بنشكرك.